اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اشتريت عده جديده وحبيت اشارككم بيها زي ما بشارككم باي عده بشتريها. يلا نفتحها مع بعض ونشوف اشتريت ايه. هنتاكد بس المكان اللي هنقطع منه مفهوش حاجه. تمام. نطلعهم واحده واحده كده. دي بكرة قصدير صغيرة عشان الحامل اللي بالمكوى، ودي تطويلة عشان استخدمها مع المفك الكهرباء. بيركب فيها المفروض لقم اطول شوية لو في مكان ضيق او بعيد بنستخدمها. فيها مغناطيس برضو. ودي واصلة مرنة بيجي معاها شوية لقم. أنا عندي اللقم دول بس هي كويس طبعا إن هي جاية معاها زيادة. الوصلة المرنة دي بتقدر تحركها في أي اتجاه أنت عايزه. لو في مكان مزنوق أو حاجة تقدر تستخدمها برضو مع المفك الكهرباء أو الشنيور. ده المفروض إن هو كشاف، هنفتحه مع بعض كمان شوية. ودي كلابة. وده طقم من هاردن، طقم لقم مفكات عشان الأجهزة الإلكترونية أو الحاجات اللي بتحتاج مفكات صغيرة جدا. أهو ده شكله. هاردن انا مجربها قبل كده في الطقم بتاع اللقم، لو كنت شفتوا الفيديو بتاع طقم اللقم. هي شركة كويسة بصراحة، يعني من الشركات الصيني اللي المنتجات بتاعتها كويسة، مش الخامات بتاعتها تعبانة او كده. وده الكشاف اللي هو المفروض بيتشحن. ده بيتلبس في الراس، تقدر تشحنه وتشتغل بيه لو انت شغال في عربية مثلا او كده. دي درجة، ودي درجة تاني، ودي درجة كمان، وكده فلاش. بصراحة حلو جدا. معرفش اذا كان ممكن يعيش ولا لأ، بس هو مفيد يعني، حلو جدا، ان شاء الله يفيدنا يعني. بس دي كانت يعني نبذة سريعة كده عن الحاجة اللي جت. قلت اشارككم بيها برضو وان شاء الله تعجبكم. ده حزام اهو كمان بيجي مع الكشاف، اللي هو الحزام الاستيك مطاط كده عشان ما تيجي تلبسها في الراس. يعني المفروض بتثبت واحدة من هنا وواحدة من هنا. حلو جدا، عجبني بصراحة. موضوع الفلاش ده برضو جميل، يعني ان هو يقعد يدي فلاش ده. يعني لو انت عندك عجلة مثلا او في مكان محتاج ان الناس تبقى واخدة بالها منك، هيبقى حلو جدا. ده عجبني اوي برضو، بصراحة انا كنت محتاجه
انا عندي طقم لقم في المفك الكهرباء، لكن كلهم احجامهم كبيرة. يعني عندي النجمة اللي هو التي، وعندي صليبة، وعندي عادة، لكن مفيش صليبة حجمها صغير، يعني مثلا زي الحجم ده. ما عنديش الحجم ده، لا. يعني ما كنت افك لابتوب مثلا او مسامير صغيرة، كان احيانا الراس بتاعتها بتتبري، لكن ده هيفيد كتير. وطبعا جاي معاه دي، اعتقد لو بتفك مثلا شاشة موبايل ولا حاجة تقدر ترفعها بيها، وجاي معاه جفت والتطويلة. دي مش راضية تخرج، هي خرجت. وتشتغل بيه كده، حلو جدا. تختار اي لقمة برضو بتركب عليه بمغناطيس. أردن شركة محترمة بصراحة. هي مش أحسن حاجة أكيد طبعا، يعني ما هي زي الحاجات زي المنتجات الألماني أو كده، لكن هي من الشركات الصيني اللي الخامات بتاعتها كويسة مش وحشة. دي برضو الحاجة اللي موجودة جواه. يعني دي النجمة من أول T3 لغاية 20. برضو اللي هو المقاس الام. في التاني اللي هو النجمة السداسية العادة لغاية مقاس 4 وصليبة. ودي النجمة اللي هي بتفك الحاجة بتاعت أبل. يعني غالبا أنا جايب الطقم ده بالذات عشان اللقم دي أكتر حاجة أنا كنت محتاجها. وفي برضو اللي هو الحرف اليو، اللي هو عامل زي الحرف اليو كده، والنجمة اللي هي من 3 أضلاع، والمثلث. يعني أكيد هتحتاجهم في أي حاجة ممكن تفكها. ولما نيجي نجربه برضو تاني هبقى أوريهولكم. شكرا، بشكركم، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.